تاني يوم مسكت ملك وسبتها عندهم وطلعت بالليل عشان اخدها وقعدت عندهم شويه. قلت لمدام أميمة انا عايز اقعد معاكي من زمان، انت وحشاني قوي. وقعدنا شويه وقامت تجيب عصير من المطبخ، وبسرعه سرقت مفاتيح شقتهم اللي كانت متعلقه ورا الباب وخبيتها في شنطتي. وبعد ما قعدت شويه معاها واخدت ملك ورجعت نيمتها، بعد الساعه 2 الصبح كده اتسحبت بهدوء من شقتي وخرجت منها وقفلت الباب بهدوء ورحت على شقتهم وفتحت بالمفتاح. وكنت مرعوبه من اللي بعمله، بس لازم انقذ الطفل ده من بين ايديه، خايفه يعملوا فيه حاجه. فتحت الباب بهدوء وحذر ولقيت الولد نايم، اخدته في حضني وجريت بيه بسرعه. وانا خارجه اتخبطت في الكرسي ومن توتري الكرسي وقع وعمل صوت جامد. سمعت صوت جوزها بيقول مين بره. جريت بسرعه وانا شايله الولد اللي صحي وفضل يعيط. حاولت اكتم بكائه عشان ما يسمعوناش، ولسه بقفل الباب عينه جت في عيني وشافني خلاص. دخلت بسرعه وخبيت الولد وقلت له ما تخافش يا حبيبي انا معاك. صوت خبط على الباب، افتح الباب انا شفتك خلاص افتح الباب. بقول لك لا مش هفتح، لازم اعرف الولد ده بيعمل ايه عندي. بقول لك افتح الباب والا هكسره على دماغي. لا مش هفتح. بعدها بربع ساعه سمعت صوت حد بيقول لي افتح الباب يا مدام احنا الشرطه، بس انا ما اتصلتش بيهم، يمكن حد من الجيران بلغ عنهم. بصيت من العين السحريه واكتشفت فعلا انهم الشرطه. فتحت بسرعه ولما دخلوا الاستاذ حسن دخل معاه وهو بيقول الولد فين. خبيت الولد فين؟ اقبض عليها يا حضره الظابط، دي خطفه طفل صغير من اهله. هو فين الطفل؟ انا خبيته جوه اتفضل حضرتك. دخلت وفتحت الباب والظابط اتصدم لما لقي جوه عندي ولدين وبنت اعمارهم لا تتجاوز ال7 سنين. مين دول؟ الراجل جري على واحد منهم وحضنه وقال له ده ابن حضرتك اللي خطفته من شقتنا لما كانت عندنا من كام ساعه وسرقت المفتاح من ورانا. بس مين الاطفال دول يا مدام؟ دول انا ما اعرفهمش، بنتي انا لازم اطمن على بنتي. جريت على الاوضه ولقيت ملك اختفى. ملك رحت فين يا ملك؟ ملك رد عليا يا قلب ماما. قربت عليا مدام أميمة وحضنتني وقالت لي هدي يا ايمان عشان خاطر بنتي فين؟ وديته بنتي فين؟ الظابط وقف ومحتار وهو بيقول هو في ايه بالظبط. أميمة قالت اني بعاني من حاله نفسيه بسبب اختفاء ملك بنتها من سنتين بعد ما اتخطفت وما عرفتش توصل لها. ساعتها افتكرت كل حاجه واغمى عليا من الصدمه. ولما فوقت لقيتني في المستشفى وجوزي كان راجع من السفر وحضني وقال لي اطمني انا جنبك. الدكتور قال لهم ان حالتك النفسيه هي اللي وصلتك لخطف الولد ابن الاستاذ حسن ومعاه طفلين من جيران الشارع اللي وراه. كنت فاكره انك هتحميهم من الخطف لانك فشلت تحافظي على بنت وطلعت انت اللي خطفاه.